السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ان شاء الله نتعرف على اخبار الرياضة. خليكم معايا تابعوا الفيديو. قبل ما نبدأ، اللي بيحب ربنا يعمل لايك وشير الجرس. يلا بينا. اهم اخبار اليوم: كولر يستقر على اجراء تغييرين في تشكيلة الاهلي امام الوداد المغربي. استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على الدفع بالتشكيلة الذي خاض بها مباراة سيراميكا الأخيرة بالدوري في مباراة الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع إجراء تغييرين فقط. وينوي كولر إعادة محمد الشناوي لحراسة المرمى بديلا لمصطفى شوبير بعد تعافيه الحارس الأساسي من الإصابة. وكما ينوي إعادة ياسر إبراهيم لخط الدفاع على حساب محمود متولي للاستفادة بقدراته البدنية في التعامل مع الكرات العرضية المتوقعة. وباستثناء هذا التغيير، سوف يحتفظ كولر بالتشكيلة الأساسية للأهلي للاستفادة من التناغم بين الخطوط في تحقيق فوز كبير على الوداد لحسم اللقب. وكان الأهلي قد واجه سيراميكا بتشكيلة مكونة من حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الدفاع محمد هاني، محمود متولي، محمد عبد المنعم، وعلي معلول، خط الوسط إليو ديانج، مروان عطية، وعمرو السولية. في الخط الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في 9 مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأسند مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي بطولة أفريقيا بين الأهلي والوداد إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم كيرات حكم للفار، ومصطفى غربال مساعد للفار. ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد 16 مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد 8 مرات لكل منهما، ثم مازيمبي كونغولي وكوتوكو الغاني برصيد 7 مرات لكل منهما، والوداد برصيد 5 مرات لكل منهما، والرجاء المغرب 4 مرات. ووصل صن داونز الجنوب افريقي للدور النهائي مرتين ولم يحصل على اللقب. كما وصل الأهلي دور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في موسم 2019 و2020 و2021، وهذا الموسم 2022 و2023 الخسارة القاسية أمام الوداد في المغرب. وكده يا اخواتي خلصنا الفيديو. امان عليك قبل ما تقفل الفيديو اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.